انت مش هتلعب بطريقه كولر مصابني ورب العرش نجاني، ده لازم تكون خطه محكمه واللي حاكمها كولر، وكولر لو ما حكمهاش يبقى ما يحكمش عليك ظالم. النهارده يا جدعان لازم تاخدوا خطه جامده، ولازم نبقى قافلين مفاتيح لعب نادي العين. انا بالنسبه لي اكبر مفتاح ده مفتاح الحياه، ده بالنسبه لهم هو سفيان رحيم. سفيان رحيم يا جدعان بما انه بيلعب شمال لازم تحطوا له اكرم توفيق باك يمين، لا غنى عن اكرم توفيق باك يمين النهارده. لو اتلعب عمر كمال جامد وكل حاجه، ولكن هجوميا دفاعيا في الحته ديت اللهم صل على النبي، الولا يا سفيان رحيم ياكل على قفاه عيش. ولكن يا جدعان اكرم توفيق رخم، عيل بارد، عيل قارح. يعني حط قبل كده يا جدعان الولد اللي اسمه كراسكو ده ولا كان اسمه ايه، حطه في جيبه، فهيحط النهارده سفيان في جيبه ان شاء الله. الخطه يا جدعان كالتاتي، دي الخطه اللي كولر هيعملها، مش ان احنا بنتمناها، مفيش وقت ان احنا نتوقع خطه نتمناها. كولر هيلعب بنفس تشكيله ماتش السوبر المصري اللي لعبه قدام الزمالك. الشناوي حارس مرمى، ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، مش عارف لو رامي ربيعه تقريبا لو مش جاهز هيبقى اشرف داري، مفيش اصلا غير اشرف داري. عندك باك يمين اكرم توفيق، باك شمال يحيى عطيه الله. نص الملعب بقى انا بالنسبه لي نص الملعب هيبقى يعني كوكا، مروان عطيه، امام عاشور، لان كده اكرم توفيق هيلعب باك يمين. والشوط الثاني ان شاء الله هينزل قفشه بقى مكان امام عاشور، دي تغيير التشكيله المتوقعه. وان شاء الله السوليه يكون له دور في الماتش ده، وان شاء الله لو كسبانين يبقى الساعي كمان له دور في الماتش ده. فدول اللي هيلعبوا في نص الملعب اللي هم الاساسيين زي ما انا قلت لك. انما بقى خط الهجوم انا نفسي والله يلعب بالشحات ورضا سليم واسامه ابو علي، ولكن هو هيلعب بحسين الشحات وطاهر واسامه ابو علي. دول الثلاثه اللي قدام، نفس التشكيله يا جدعان بتاع السوبر المصري، ما فيهاش تغيير. وخلي بالك الخطه حلوه مش وحشه. اتمنى ان طاهر يكون فايق زي ما كان فايق في الماتشين بتوع السوبر المصري. حسين الشحات بقى، حسين الشحات يا جدعان عليه النهارده ضغط وعامل كبير جدا، سواء من جماهير الاهلي او من جماهير العين الاماراتي، لان ده كان بيلعب في العين الاماراتي وكان جامد جدا، بيلعب في الاهلي وهو جامد جدا، فيبقى عليه ضغط من الفرقتين. جاب جون هنا هيبقى عليه ضغط، جاب جون هنا برده هيبقى عليه ضغط. فبص، بس طبيعي الضغط بتاعه مش هيبقى قد الضغط بتاعنا، احنا مضغوطين اكتر منكم وربنا يسهل. حاسس ان الواحد من كتر القلق هيجي له طب والله يا راضي، والله العظيم فنكسب ارادي.